حنكريشة علم من اعلام الاكل الحرش في بنها وعلى قديم، ولو انت من بنها وكيف اكل حرش زي الحلويات والكبده والمخ وغيرها يبقى غالبا تعرف حنكريشة وجربت الاكل عنده. ولو انت من الناس اللي ما جربتش الاكل عند حنكريشة يبقى لازم تشوف الفيديو ده. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. في بنها بالتحديد في وسط البلد شارع عبد الحليم عيسى متفرع من شارع مصطفى كامل جنب صيدليه منير، موجود ابو عمار واللي مشهور بحنكريشة، وغالبا معظم البنهويه عارفينه، خصوصا صحاب المزاج العالي ومحبين الاكل الحرش بيروحوا حنكريشة علشان ياكلوا من عنده احلى طلب حلويات او كبده او مخ وحسب ما يحبوا بقى. وموجود هنا حنكريشة معروف بطعم الاكل الحلو المميز اللي الناس بتجيله مخصوص، وكمان بجانب الاهتمام بنظافه الشغل بيعمل الطلبات والسندوتشات حسب ما تحب اطلب. بالنسبه لي جيت هنا ممكن مرتين او ثلاثه قبل كده، بس انا واصحابي هفينا الشوق وقلنا نيجي ناكل هنا ونروح. المكان هنا شعبي وجميل في الشارع وحاجه كده تحسها من ريحه اجواء التسعينات مثلا. تختار وتطلب على الترابيزه في الشارع واضرب يا معلم احلى اكله في احلى جو، زي احمد صاحبنا كده اللي قفشناه قاعد بياكل من ورانا فقال لنا انا اسف، قلنا له تمام ولا يهمك هناكل معاك. كان معايا برضو احمد واحمد غير احمد اللي قفشناه، كده بقينا 3 احمد وواحد سندباد. قعدنا وطلبنا، نزلت اول حاجه ميه السلطه اللي احمد ما سماش وكان بيزحلق بسرعه لانه مدمن ميه سلطه، وبعدين الطلبات. ده اول حاجه طلب حلويات وسعره كان 80 جنيه، وده طلب اسمه حنكريشة بيكون حلويات بالصلصه وسعره برضو 80 جنيه، وده طلب كبده وسعره برضو كان 80 جنيه، وطبق كده فيه طماطم معصوره عليها ليمون وفلفل شطه. وطبعا الرجاله ما عندهاش وقت للشرح ودخلوا في الموضوع على طول، وشكل كده مش هلحق حاجه، وطبعا احنا مش محتاجين رايهم، كل حاجه باينه وواضحه زي الشمس في عز الليل. احمد هادي كان قافش في طبق الحنكريشة، وفريد وزيزو قافشين في طبق الكبده. اما الحق انا بقى سمي وادوق علشان الكلام يروح، وبسم الله هبدا بطبق الحلويات. لقمه متينه كده عليها شريحه طماطم وودي، ولما دقت قلت فعلا حنكريشة على وضعه. ازحلق الكلام بشويه ميه سلطه عالميه. ميه السلطه كان باين فيها عصاره الطماطم والليمون والشطه وطعمها كان عاجبني قوي. اخد لقمه تانية والحق انقذ الكبده من ايد الوحوش اللي كانوا هيقضوا عليها. الكبده هنا معموله بالطريقه الاسكندراني، متقطعه حتت صغيره مع الفلفل والبهارات الخفيفه، وطعمها كان رايق قوي برضه. ازحلق واشوف اللي بعده طبق الحنكريشة، وده زي ما قلنا بتكون حلويات بخلطه حنكريشة اللي بتكون صلصه طماطم. عملت لقمه كبيره ولهطت وعلى بقي وشقط. بالنسبه لي كانت نص نص، اللي من غير الخلطه هي اللي كانت عجباني اكتر، اللي هي دي جامده. طبعا الرجاله بتحب تمسي كل لقمه والتانيه كده وبيراعوا بعض، الصحاب اللي بعديها برضه خصوصا في المواقف دي. احلى مسا يا ابو هادي، خد هسيب لك طبق الحنكريشة ليك لوحدك علشان عارف انك بتحبه. وطبعا الاكل اذواق وكل واحد ياكل اللي يحبه، وانا بالنسبه لي حبيت قوي طبق الحلويات والكبده، حاجه كده عظمه على عظمه. لقمه كده مع فلفل الشطه، وخلي صاحبك يراعيك لو سخنت زي كده ويرطب عليك، وكمل عادي. ارجع بسرعه اشوف زيزو اللي كان شغال في سرقه الكبده بعد ما خلص على طبق الحلويات وطلب كماله لميه السلطه. زيزو مدمن ميه سلطه. واحمد هادي اللي كان عامل قلق مع طبق الحنكريشة ومش عاوز حد يقرب منه من كتر ما هو بيحبه وعاوزه ليه لوحده. واحمد فريد بقى بالنسبه له كده كده بيكمل اكله معانا لاننا قفشناه بياكل من غيرنا. وبالمناسبه ابو فريد بيجي هنا عند حنكريشة من زمن، وبيقول انه متعود لازم يجي هنا كل اسبوع او على الاقل مرتين 3 في الشهر. اصيل يا ابو فريد بتصون اللقمه الحلوه. زيزو بعد ما خلص على الاكل وبناخد رايه لقيناه بيعمل كده، والحمد لله انبسطنا كلنا بالاكل عند حنكريشة. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في تجربه الاكل عند حنكريشة، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب الاكل عند حنكريشة لما يجرب برضه يقول لنا رايه في تعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.